صباح الخير. هنعمل كيكة الموز او البنانا بريد بصوص الكراميل الخطير ده. لو انت حابة تعمليه بصوص الكراميل ممكن، مش متوفر عندك ان انت تعمليه مفيش مشكلة، ممكن تبقى كيكة الموز بس. لو عندك كام صباع موز كده ومستويين، بدل ما انت هترميهم ممكن تستغليهم للكيكة وللفطار كده، تفطري بيها مع كوباية الشاي او مع كوباية القهوة. هنبدأ دلوقتي مع بعض بالكيكة او ممكن تقولي عليها البنانا بريد. معانا 4 صوابع موز او 5، ومعانا الدقيق، معانا كل المكونات هحطها في صندوق الوصف. معانا ممكن العين الجمل، ومعانا الزبيب. لو انت عايزة تحطي العين الجمل والزبيب انت بتزوديها قيمة غذائية اكبر. لو مش متوفر عندك مفيش مشكلة، بس احنا هنبدأ دلوقتي على طول بالوصفة. معانا 4 صوابع موز او 5 صوابع، شبه ان هم مستويين شوية او طريين. على طول احنا هنهرسهم زي ما احنا شايفين كده، نهرسهم كده بالهراسة او بالشوكة. معانا الدقيق 3 كوبايات دقيق، هنحط عليهم باكت بيكنج باودر وهننخله، وهنحط عليه ذرة الملح. لازم يتنخل الاول الدقيق عشان يبقى فيه هواء او يتخلل فيه الهواء. احط كده دقيق على جنب وابدا بالمكونات اللي هي السايله. معانا 4 بيضات، طالما في بيض هحط معلقه فانيليا. هنضرب البيض مع الفانيليا مع السكر، 1.5 كوباية سكر عادي. هنضربه كويس مع بعض لغايه لما يبقى القوام هش كده ومبيض شويه فاتح. هحط معايا كوبايه زبده بدرجه حراره المطبخ وعليها زيت، ممكن نص كوباية زبدة وعليها زيت تكمليها بالزيت، ممكن كوباية زيت كاملة، او اللي متوفر عندك من الزبدة بتكمليها بالزيت. المهم ان هي تكون كوباية. مش عايزة اطول عليكم كتير، بس انا بقولك المتوفر عندك، مش عايزين ان احنا نعقد الدنيا. وهنضربهم مع بعض برضو كويس، وبعدين هحط الموز اللي انا هرسته كويس، حطيته على الخليط اللي احنا ضربناه. وبعدين هحط معلقة قرفة بودر كبيرة، هحطها عليه، تدي ريحة وطعم حلو قوي. برضو هكمل ضرب فيها، وبعدين هجيب البيكنج باودر اسفة الدقيق اللي هو فيه البيكنج باودر والملح. هروح حاطه الخليط كده مع ضرب كده هون بالايد بسيط كده بالمضرب. معانا الزبيب ومعانا العين الجمل، هحطهم في شوية الدقيق الباقيين وهقلبهم كده. لو انت ما عندكيش قلنا الزبيب والعين الجمل مفيش مشكلة، اللي متوفر عندك. لو عندك الزبيب حطيه، لو مش متوفر خلاص. هنعملهم كده، نقلبهم الاول في الدقيق وبعدين احطهم على الخليط واقلبه كده شوية ببطء بس. معانا طبعا الصينية هندهنها، وفي الاول لازم يكون الفرن سابق التسخين. الصينية كده دهناها بالزبدة او بالزيت ورشناها بالدقيق. هحط بقى الخليط كده عليها وانزل كل المكونات كلها كده بالسباتشولا. هحطها في الفرن، هتقعد حوالي ساعة الا ربع او 45 دقيقة. قلنا فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط. معانا كوباية سكر. هنخلي الطاسة او الحلة اللي احنا هنعمل فيها تكون سخنة الاول، تسخن، ونروح حاطين كوبايه السكر زي ما شايفين كده. مش هنقلب الا لما تبدا تكرمل من الجناب بمعلقه خشب او السباتشولا، بتجيبي من بره لجوه لغايه لما يسيح الكراميل بالشكل ده. وبعدين هجيب الكوبايه بتاعه الكريمه بتاعه الخفق او كوبايه لبن، صبيناها كده على السكر، بس تكون بعيد عن النار عشان ما تعملش اي مشاكل طرطشه والكلام ده. وبعدين هنحط عليها معلقه الزبده، وبعدين بتقلبي لغايه لما القوام يسيح ويبقى سايل. طبعا ما تحطيش الكريمه ولا اللبن، طلعت وقلبناها بالشكل ده. انا بصب كده عليها بقى صوص الكراميل زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، واجملها كده بقى بالعين الجمل، وحدات العين الجمل بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه لسفرة فايزة، ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. والى اللقاء في فيديو جديد.